بسم الله. النهاردة هنكمل المحاضرة الرابعة في شابتر الموشن انتو دايمنشن. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها السيركلر موشن، الحركة الدائرية. وزي أي موشن ليها نوعين، يا إما تتحرك بيونيفورم يا إما نون يونيفورم. المحاضرة دي هنتكلم بس على اليونيفورم موشن. المحاضرة اللي بعديها هنتكلم عن النون يونيفورم موشن في السيركلر موشن والريلاتيف فيلوسيتي، وكده هنبقى خلصنا الشابتر الرابع، ويبقى كده احنا خلصنا 3 شباتر. الشابتر التاني اللي هو الموشن ان 1 دايمنشن، والشابتر التالت اللي هو الفيكتور، الشابتر الرابع اللي هو اللي احنا فيه ده الموشن ان 2 دايمنشن، وهندخل على الشابتر الخامس اللي هو الفوق، هنبتدي بقى في الفورسز وقوانين نيوتن. خلينا النهارده في موضوعنا. دلوقتي انا لو عندي جسم ماشي في سيركلر ده زي ده، يعني دايرة جسم ماشي فيها، ماشي في سرعة ثابتة دي في، نفس الجسم في السرعة كونستانت. طب لو الاكسلريشن، لو قلت لك ان السرعة ثابتة والاكسلريشن عايز اعرفه، ده السنتر يعني، ده كده الراديوس ماشي. تقول لي الاكسلريشن هي عبارة عن التشينج اللي بيحصل للفيلوسيتي بالفيرتو تو تايم، فبالتالي السرعة ثابتة في كل وقت، يعني بعد ثانية السرعة في، بعد ثانية تفضل في، بعد ثانية تفضل في، فبالتالي مفيش تغير، فبالتالي الاكسلريشن دي صفر. وفي الحقيقة الكلام ده طلع غلط. ليه؟ لأنك نسيت حاجة معينة، اللي إن الاكسلريشن والفيلوسيتي فيكتور. يعني الاكسلريشن هتصدق حاجة من اتنين، يا إما تغير في ماجنتيود الفيلوسيتي، وده اللي محصلش هنا السرعة ثابتة في المسار كله، يا إما تصدق حاجة تانية، تغير في الدايركشن، اتجاه الحركة، وهو ده اللي حصل هنا. حتى تيجي تفكر ايه اللي يخلي الجسم يعمل سيركل دوس زي ده. يعني هو الجسم، فمعلش بس اوضح حاجة. كنت عاطس ومش هعيد التسجيل تاني. بص، الاكسلريشن بتبقى بتزق الجسم لجوه كده ناحية السنتر، اسمها السنتر اكسلريشن التسارع المركزي. المهم فالجسم هو ماشي طبيعي، هو ماشي كده، هو يفضل ماشي ستريت لاين كده، ده اتجاهه، لكن انا عايزه يلف في الدوران ده كده، فبالتالي هيشده فورس كده، او اكسلريشن حاليا لحد ما يدرس الفورسز، فهي في اكسلريشن في الاتجاه ده بتزقه كده، وهي اللي بتخلي الجسم يعمل الكيرفتشر ده، ماشي في الانحناء. يعني هات اي كرة صغيرة وربطها بحبل، وانت بتلفها هتلاقي ايدك بتشد الحبل كده، فبالتالي ان الكرة بتاخد تمشي في السيركل داس بدل الستريت لاين، لكن في الحقيقة كانت ماشية كده. هو الاكسلريشن اللي في اتجاه السنتر ده هو اللي خلاها تاخد الداس ده، فبالتالي هي غيرت في اتجاهها، فبالتالي في اكسلريشن يتغير في ماجنتيود، يتغير في اتجاه، وهي بتصدر كده في الفيلوسيتي، لكن مش العكس. يعني متقوليش تغير الماجنتيود بتاع الفيلوسيتي هو اللي صدر اكسلريشن، او تغير اتجاه الفيلوسيتي هو اللي صدر اكسلريشن. لا، هو اللي هي الاكسلريشن هي اللي بتصدر كده، مش العكس. يمكن ما تحسش بفرق، لكن هو في فرق والله. وتلاحظ ان اللي يصدر اكسلريشن كده حاجتين، يا اما رش يا اما هو الدفع يا سحب. ازاي؟ ومش مهم تعرف ليه وازاي، دلوقتي هقولك الشابتر اللي جاي. اذن لو عندك مرجيحة اللي في الحضانة دي بتبقى على شكل ديسك كده، وانت قاعد، هات واحد مثلا ده السنتر، هات واحد قاعد على كرسي، والبتاعة دي بتلف فيه، البتاعة دي بتعمل روتيشن. يا رب
تعمل روتيشن. فلو الراجل اللي قاعد ده سألته انت حاسس بايه، يقول لك حاسس ان في قوة بتدفعني للناحية دي. ليه؟ هتعرف الشابتر اللي بعدي. عايز تعرف ليه؟ ابحث دور. وفي واحد مثلا نربط ده حبل هنا مسك فيه، فلو سألته حاسس بيه هيقول لك حاسس ان في قوة بتزقني. مش هقول لك بتزقني، هتقول لك بتسحبني، بيحصل دول. ليه برضو؟ تركز. فده شكل التأثيرين اللي ممكن يحصلوا وانت بتمشي في سيركلر داز، يونيفورم سيركلر داز. لو جيت ده قلت لك، لو انا جيت الراجل ده مثلا زقيته، هو كان هو اتجاه الحقيقي يتلف كده، يعني هو كان واقف هنا فانا زقيته لدرجة، ايه اللي هيحصل له؟ ممكن الشخص يجي يقول لي هيقع كده بشكل دائري زي ما كان بيحصل روتيشن وهو قاعد. اقول له ده غلط، هو كان ماشي كده، ده اتجاهه في اللحظة دي، لحظة انا زقيته كان كده، فهو هيكمل الخط الستريت لاين ده. هات مثلا كورة واقعد لف يعني ايه كورة هنا، الكرة وهي هنا فتبقى ماشية كده، والكرة وهي هنا ده كان اتجاهها، والكرة هنا ده اتجاهها تانجنت عند النقطة اللي هي فيها دي، يبقى perpendicular على الراديوس. فبالتالي لو قطعت الحبل هنا هتلاقي الكرة تنيت على استقامتها، هنا هتلاقيها تنيت على استقامتها، لأنها هي في الأساس كانت ماشية كده. فلما قطعت انت الحبل فالتنشن اللي كانت تخلي الكرة تمشي في السيركل داس ده مبقاش موجود، فهي كان في الاتجاه اللي هي كانت المفروض تمشي فيه. لكن الاكسلريشن هي اللي شدتها خلتها تمشي في الكيرفتشر ده. فبالتالي هنا هيحصل نفس الحوار. هنا الراجل لما يقع مش هيقع بشكل دائري زي ما البتاع كانت بتلف، لا هو هيقع باستقامة اتجاهه في اللحظة دي. يعني هو مثلا لو توقعته ان هو هنا فهو كان هيبقى طوح كده، لو كده كان هيتطوح كده، هكذا عند النقطة بتاعته ارسم تانجنت اعرف الاتجاه. ماشي. في حاجة تانية عايز تقولها؟ هي هو انت مش قلت لي ان الفيلوسيتي ثابتة مظبوط، والاكسلريشن كانت يا ان ال v final minus ال v initial على الدلتا تي. هتقولي طب ال v final كده هي ال v initial الاتنين نفس القيمة، فكده هتديني صفر وانت قايل لي ليها قيمة. طب قانون الاكسلريشن التاني ايه اللي هو هي ده مش نافع، ففي الاستنتينوس اكسلريشن هتقولي انها دي في على دي تي، حتى لو الاتجاه بتاع الفيلوسيتي متغير هي فيكتور والاكسلريشن فيكتور وعلى عيني وعلى راسي، بس هي ستيل نزلت قيمة ثابتة. فانا لو عملت لها ديفرنشيشن هو صفر، احنا ما اختلفناش بالظبط. هذه مشكلة واجهتنا احتاجنا نعرفها، ان احنا نقدر نجيب قانون نحسب منه الاكسلريشن، ودي البروبلم اللي احنا هنحلها سوا دلوقتي. هذا كده ده السيمي سيركل، يعني ده نص دايرة، ده دي كده هنا، ده السنت، الجسم كده هنا، ده الفي نوت، ده كده اور عند اللحظة دي الفي فاينل. فدي انا عارف ان الفي فاينل هي الفي انيش، انا عارف، ودي برضو نفس الار، بس انا عايز اوصل لحاجة. دي كده هتبقى دلتا سي، دلتا سيتا. ليه دلتا سيتا؟ يعني زاوية صغيرة جدا. انا مثلا واخد النقطة دي وهي قريبة منها قوي، طب ليه بعيدة عن بعض؟ عشان نعرف نعمل موديلنج. انا خليك اندر من كده، ركز معايا. ماشي، نعرف ان ده تانجنت فهيبقى perpendicular على ده، وده perpendicular على ده. فالحتة دي كده اقدر اقول عليها انها دي ار، انا استنيها جزء من الار، انا حر. هو ده اساسا نقدر نقول ان هو الديستانس اللي بين لما كان هنا وهنا. طب ليه اقدر اقول ان هو ديستانس؟ لان الزاوية صغيرة جدا، فاقدر اقول ان هو ماشي خط مستقيم لان الزاوية صغيرة، عشان كده انا اخدت 2 بوينت قريبين من بعض، عشان كده دي سيتا صغيرة
عشان لما ياخد 2 بوينت قريبين من بعض الديستانس اللي بين النقطة دي والنقطة دي تقرب انها تبقى ستريت لاين. فاقدر اقول لك هنقدر نعمل ايه. فارسم المثلث ده، دي سيتا، دي ار دي ار دي ار. ماشي، دول 2 فيكتور ارسمهم كده. ادي ده اللي فيه فاينل ودي الفي انيشال. انت عارف ان في انيشال عبارة عن ايه؟ هي الفي فاينل زائد الدلتا في. وتقريبا انت الشكل ده شفته، ها؟ قلنا لنا المحاضرة اللي فاتت وقعدت اهري فيه، قلت لك عشان انا هرسمها واكتبها على طول عشان في حوار اكبر منه. فهو ده انا فعلا اللي هعمله. دي الفي فاينل، دي كده الدلتا في، ودي هتبقى دي سيتا، وده الحوار اللي جاي اهري فيه. لو في حد داخل على الفيديو ده ومفهمش الحتة دي يشوف الفيديو في اوائل الفيديو الاول، كنت بشرح هلاقي الحتة دي وبعد كده يرجع تاني. ماشي. فدي ليه بقى دي سيتا؟ ليه الزاوية دي هي الزاوية دي؟ ان انا كل اللي عملته انا جبت نقطة، ادي ده كده الفي الاولانية، وده ديت الار، وانا قلت لك ان الار بيربنديكولار عليه. ايه اللي حصل؟ جبت في مايلة كده، فبالتالي لو انا نيلت الار بقت عندنا كده، فبالتالي هنيل اللي فيه نفس الزاوية اللي الار نالها عشان يفضل بيربنديكولار عليه. هات كده مسطرة وقلم وأعملهم بيربنديكولار على بعض، وأخلي واحد فيهم يميل لزاوية، هتلاقي التاني هيميل بنفس الزاوية اللي انت ميلته بيها عشان يفضل بيربنديكولار معاه. ده اللي حصل هنا بالظبط. هنا دي كده كانوا بيربنديكولار على بعض، لأن ميلت الار كده بالتالي الفي نالت نفس الزاوية عشان تفضل بيربنديكولار عليه، فبالتالي هتلاقي دي برضه دي سيت. هنا في سيميلار. السيميلار ده بعرفه ازاي؟ لما يبقى في تو تريانجل ليهم نفس السيتا والتو سايدز ليهم نفس الريشيو، فبيبقى ده سيميلار. فدي في ودي في. السيميلار بيقول لك ايه؟ ده على ده، يعني دي في على الفي، او دي على ده، بس ده هو ده، فمش فارقة. هيساوي المقابل ليه دي ار على المقابل اللي ده اللي هو الار. بص، لو دي كانت مختلفة يعني هفكر بالمرة، يعني لو ده كان رقم مختلف فده هيبقى على ده، يعني دي في لو دي في واحد هتبقى على الفي واحد، ودي واحد ودي اتنين هتبقى تساوي الدي ار على الار واحد. لازم يبقى المقابل ليه. تقدر تدور على الرنا على اليوتيوب تعرف شرح الحاجات دي تاني، لأن أنا مش أحسن شخص يعني يشرح الجيومتري للأسف. ماشي، نزل بعد تقدر تدير الدي في طرف لوحده، دلتا في قصدي. هي الفي في الدي ار على الار. ماشي، اكتب لي بقى كده قانون افريج اكسلريشن. الدي في على الدلتا تي، شيل الدي في هتلاقي ان الاكسلريشن هتساوي في دي ار على الدلتا تي. لمحت حاجة ايه؟ طب انا كده اقدر اجيب اقول ان الاستنتينوس اكسلريشن هي اللينت لما الدلتا تي ابروش تو الزيرو للفي ار دي ار دلتا تي. دي لما تبقى ابروش للزيرو هيبقى الفي على الار هتساوي دي ار دي تي. دي ار دي تي هي ايه؟ هي اللي تشين الديفرنشيشن اللي بيحصل للبوزيشن دير ريسبكتيف تو تايم، يعني التغير اللي بيحصل للموضع او الديسبيسمنت بالنسبه لفتره زمنيه معينه صغيره. فبالتالي ده تعريف ايه؟ الفيلوسيتي، الاستنتينوس فيلوسيتي. والاستنتينوس فيلوسيتي هي الافريج فيلوسيتي، اليونيفورم فيلوسيتي. ليه؟ لان السرعه ثابته. فدي دي في. تلاحظ في الاخر ان الاكسلريشن عباره عن في سكوير على الار. ده كده قانون الاكسلريشن اللي بنستخدمه في السيركل موشن طالما
في يونيفورم سيركل موشن. ماشي. في التالي انا كده اتوصلت لحاجتين، ان الاكسلريشن هتساوي سكوير على الار. هتقولي دي حاجة واحدة، حين الحاجة التانية الفيلوسيتي بتساوي ايه؟ الفيلوسيتي هي الديستانس او الديسبيسمنت على التايم. الديسبيسمنت اللي هو بياخدها هو ماشي في سيركل باص، فانا اقول لك ان الفيلوسيتي بتاعته هو النصار اللي بيمشي ده كله. النصار اللي بيمشي ده كله اسمه ايه؟ ده السيركمفيرنس بتاع الدايرة، هو 2 باي ار. انا شاريه الاكسلريشن نحتاج الفيلوسيتي، فهو الداس اللي هيمشي 2 باي ار. طيب هيمشي نعم انه ماشى 2 باي ار، ده معناه انه ماشى لفه كامله، ماشى الداس ده كله ورجع تاني. اللفه الكامله في الحركه الدائريه بنسميها الزمن اللي بياخده عشان يمشي حركه دايره كامله. في الحركه الدائريه بنسميه الزمن الدوري الدريودي تايم، هو الزمن اللي بيحتاجه الجسم عشان يلف لفه كامله، دريودك تايم. فدي كده الفيلوسيتي. في سؤال كان أول الأكسلريشن شرحت لي وشفت الإثبات بتاع القانون ده. عامة هو تقريبا كده الكتاب خلص، اللي هكمله ده غالبا من عندي أنا نزوده يعني، عشان أنا حاسس إن الموضوع مش not enough، محتاج أكتر. فكرة الاستنتاج اللي احنا استنتجناه ده استنتاج رياضي تحت، كالكاس رياضة تحتية، ما اقدرش اثبته، دي تجربة عملية يعني. انا ما اقدرش اقول لك هجيب السيتا اللي بين 2 بوينتس للفيلوسيتي دي، احسب الدلتا سيتا واعمل كل الكلام ده عملي، ما اقدرش اعمله. هي رياضة تحتية عبارة عن معادلات في ارقام في ورق. ازاي عرفوا ان القانون ده بيطلع نتائج صح؟ ده اول سؤال جه في بالي اول ما اتشرحت لي الكلام ده، وببساطة طلع في مبدأ دايما الفيزيائيين بيستخدموه. ايه هو؟ نعرف الشيء المجهول ده هو عيرته لشيء معلوم. بمعنى هات واحد من الكون الوسطى وقول له عايز 5 كيلو من اي حاجة، نقول له عايز 5 كيلو، ماشي. هو ما يعرفش يعني ايه كيلو او 5 كيلو، فهو مش عارف هيديك قد ايه. هيسأل سؤال بغاية الذكاء وغاية البساطة والسذاجة، من كتر هو ساذج مش هتعرف تفكر في ايه هو. هيقول لك هو ايه الكيلو، فمثلا هتقول هيعرف ان هو الحد دول كيلو او الكتلة دي كده كيلو، هيقول لك خلاص ده كيلو واحد، هجيب لك منه 5. فهو عمل ايه؟ عاير شيء مجهول ده معلومية شيء معلوم. هو ده اللي عملناه عشان نتأكد من صحة القانون ده. ازاي ده؟ قبل ما الكالكولس تتشهر ونيوتن العلماء ياخدوا كلام نيوتن في الكالكولس، لأن الموضوع ده خد وقت، عشان هو أساسا عارفين إن في حركة دائرية وبيدرسوها عشان يعرفوا الأكسلريشن إزاي. عندك كرة تلف في سيركل داس، صح؟ فالكرة دي انت رابطها بحبل عشان تلف، صح؟ الحبل ده بيشدها بقوة اسمها تنشن، قوة الشد. انا عايز تعرف، مش لازم تعرف ليه، بس هو التنشن يساوي ان في ايه. ان ده الناس بتاع الكورة، الايه ده الاكسلريشن اللي بتشد، اللي بتأثر على الكورة، اللي بتخليها تلف في سيركل داز. يعني انا لو عارف الناس وعارف التنشن اقدر اجيب الاكسلريشن في المعنى يدوي. طب انا اعرف الناس بسيطة، هوزن، هستخدم ميزان، فهعرف الناس. موضوع الناس سهل. هعرف التنشن ازاي؟ برضه نفس الطريقة اللي عرفت بيها الناس، في جهاز اسمه اسمه تنشن رينج بالانس. الجهاز ده هنعرفه لما ندخل الهوكس اللو والشد والالاستيك والنون الاستيك والحاجات دي كلها لسه شويه، فمش مهم تعرف الميكانيزم اللي شغال دي حاليا، لكن انت مهم تعرفه ان انت هيعرف الحبل ده بيشد قد ايه، هو ده هيديك التنشن. فانت معاك التنشن، معاك الناس، تقدر تجيب الاكسلريشن تي على. فكده انا قدرت اجيبها يدويا في النعل العملي فيرتيكال. فالرقم ده انا متاكد منه، هو في نسبه خطا بس اوريدي رقم قريب من الصح. هنستخدم القانون ده. لو القانون ده
طلع نفس الإجابة. القانون ده بيطلعها مع اتخاذنا حساب الايرور. يعني احنا عارفين ان في ايرور، ففي رينج هيطلع فيه من هنا لهنا، فهو طالما في الرينج ده والرينج ده فالقانون اللي ده صح. طيب الار انا عارف ان هو الراديوس بتاع الحبل، فالار هعرف اجيبه. الفيلوسيتي هجيبها ازاي؟ الفيلوسيتي عبارة عن 2 باي ار على تي. الار معاك وال2 باي دي ارقام معروفة، انما المشكلة في التي. هحسب التي ازاي؟ الدوريت التايم عبارة عن تي على ان. ليه؟ نبدأ عايزك تعرفه. هو بيقول لك ايه؟ عايز يعرف هيلف لفة واحدة، هياخد في اللفة الواحدة كام ثانية. في مبدأ اسمه التوزيع المتكافئ أو التوزيع المتساوي. التوزيع المتساوي ده بيجي عن حاجة اسمها اوبريتور، ارثماتيك اوبريتور في الناس في الرياضة في الحساب انت خدته اسمه الديفيجن، الإسنا. فالإسنا هي إلا توزيع متساوي. بنوزع ازاي؟ عايز تركز معايا في اللوجيك ده، لأن أنا مش عايز أبقى أحط لك قانون وأقول لك ده على ده وأسقط. أنا عايز أقول لك تعرف ليه حطينا ده على ده، لأنه سبب منطقي. لو أنت عندك 1 2 3 4 5 6 7 8، عندك 8 أي حاجة مقسومين على 4، أنت عارف ده معناه إيه؟ ده معناه أنا عايز أعرف كام واحد من تحت هياخد كام واحدة من فوق، وكل واحد من تحت ياخد متساوي. يعني ده ياخد زي ده، ياخد زي ده، ياخد زي ده. فبالتالي أنا عايز أعرف كل واحد ياخد كام واحدة من دول ويفضلوا متساويين. ده اسمه التوزيع المتكافئ. فهنا بنعمل نفس الحاجة. أنا عندي ثواني معينة، وقت، وعندي عدد. أنا بتكلم دلوقتي على الدوريت التايم. أنا اللي عايز أعرفه إيه؟ اللفة الواحدة، عدد اللفات. عايز أعرف العدد اللي هو اللفة الواحدة هياخد كام ثانية. فبالتالي أنا لما أقسم التايم على الإن، ده معناه إن أنا هقول اللفة الواحدة هتاخد كام ثانية، وكل لفة هتاخد نفس الوقت، لأنه أساسا يونيفورم موشن. فبالتالي في تساوي. في مش تساوي، يونيفورم اللي هيتقفل العربي انتظام. فده السبب اللي خلينا نقول ان الدوريتي تايم هو تي على الان. التي ده عبارة عن ايه؟ الزمن. يعني انا مثلا هسيب الكرة تلف. انا عشان احسب الدوريتي تايم هخلي الكرة لو انا ماسكها في الحبل تلف 10 لفات كاملين وانا فاتح الستوب ووتش. بعد ما اخلص ال10 لفات اقفل الستوب ووتش. معايا الزمن اللي اخدته ال10 لفات. لو قسمت بقى الزمن على ال10 لفات جابت لي الزمن اللي اخدته عشان الف لفة واحدة كاملة. هو ده اللي انا كنت عايز اعرف اللفة الواحدة تاخد ثانية قد ايه. فبالتالي ده عشان كده لما نيجي نحسب الدوريتي التايم بنقول ان التايم على الان، لان هو السبب عملية احنا عايزينها. احنا عايزين نعرف اللفة الواحدة هتاخد ثانية قد ايه. الثانية الواحدة، اللفة الواحدة تاخد ثانية قد ايه، ده اللي احنا عايزين نعرفه. زي ما كنت بقول لك الفيلوسيتي هو الديستانس على التايم. ليه؟ لان انا عايز اعرف في الثانية الواحدة همشي كام متر، وكنت بقسم ده على ده. نفس اللوجيك هو مفهوم. فاحنا بنسيبه عن ارثماتيك اوبريتور عارفينها، مع عمليات حسابية معروفة. فهو مش حاجة محفوظة وحد عملها، فبالتالي ليها فكر دي طريقة النافذية. دي الطريقة اللي هو فكر بيها. ما تحفظش أي قانون إلا لما تفهمه كويس. لو في يوم من الأيام جيت حطيت قانون وسكت تعرف إن أنا راجل هراس وما تاخدش بكلام. نكمل ده عشان نسيت. ماشي. فبالتالي كده حسبت الدوريتي التايم نهاية الراديوس. فأنت هتعرف تحسب الفيلوسيتي، هتعملها سكوير تقسمها على الراديوس تطلع الأكسلريشن. لو الأكسلريشن طلعت نفس الرقم أو في الرينج بتاع الايرور مع اللي احنا طلعناه عملي، فده معناه ان القانون صح. واحرق لك ده فعلا طلع صح، لان مش هقدر اعملها لك عملي حاليا. هتمنى تبقى فهمت ليه القانون ده صح، لان احنا اثبتناه اثبات رياضي بحت. احنا عايزين نتاكد ان اثبات رياضي بحت ازاي. عن نبدا لازم تبقى عرفتوا ان احنا بنعاير اشياء مجهوله باشياء معلوميه، اشياء معلومه. اتمنى ان المبدا ده يبقى راسخ في دماغك، لان ده اللي بنبني عليه اعقد الامور.
ندخل على الموضوع اللي بعديه. وصحيح الاكسلريشن دايما للسنتر، يعني دايما اتجاهها تورد ناحية السنتر. فدي معلومة يعني انت هتقولي مثلا هي الاكسلريشن ثابتة، يعني اتجاهها بيتغير ولا ما بيتغيرش؟ يعني بص، هي بتبقى هنا، فهو الاكسلريشن هتبقى الاتجاه ده، من هنا في الاتجاه ده هنقدر نقول ان اتجاه الاكسلريشن بيتغير زي اتجاه الفلوسيتي ما بيتغير، لكن قيمتها ثابتة برضه. ماشي، دلوقتي احنا عرفنا القانون بتاع الاكسلريشن، الفيلوسيتي، الديريفيتيف تايم عرفناه. فعندنا في مفهوم غير الديريفيتيف تايم اسمه الفريكوانسي، التردد. طبعا اليونتس بتاعت الديريفيتيف تايم هي السكند، ده زمن عادي. الفرق بس احنا بنميزه ان احنا بنستخدمه في الويفز، في السيركل موشن، هكذا. يعني الحاجات اللي بتتكرر، اللي بتاخد مسار تاني زي دايرة أو تمشي مثلا مسار 360 درجة، فبنسميه زمن دوري. بس هو حاجة سبيسيفيك، بس هو في الأخير تايم. الفريكوانسي بنرمز ليها بالرمز F أو نيو. دي لما دي في المودرن والميكانيك وكوانتم ميكانيكس بنعملها نيو، دي في كلاسيكال ميكانيكس بنسيبها F. لكن أنا ساعات بكتبها نيو عشان لو كتبتها نيو ما تستغربش دي إيه. هو عبارة عن إيه؟ هو عايز يعرف في الثانية الواحدة ده لف كام لفة. هتقولي انت لسه قايل لي ده الديريفيتيف تايم. لا يعني انا كنت بقول لك في الديريفيتيف تايم عايز اعرف في الثانية، في اللفة هلف لفة واحدة فقد ايه. يعني انا في الديريفيتيف تايم كنت هعرف هو هيلف في اللفة الواحدة فقد ايه. هنا عايز اعرف هيلف كام لفة في الثانية، ده الفريكوانسي. فنفس المنطق اللي انا هستلك عليه هو التوزيع المتساوي. الفريكوانسي عبارة، احرقها لك ولا لا؟ المره دي مش هنكتب القانون، احنا ايه هنستنتجه بنفس المنطق اللي شرحت لك دي الديريفيتيف تايم. واحد شرحت لك دي، فنستخدمها بقى ايه اللي احنا نجيبها المره دي. شغل دماغنا، فكر كده، وقف الفيديو وحاول تعصر دماغك. انت اوريدي اساسا شكلك عارف القانون، عدى عليك كده، عدى عليك مثلا في تانية ثانوي لو انت بتسمعني بعد ثانوي. فحاول تعصر دماغك وتعرف ليه بقى هو كان ديفايدد. فكرة ما فيها، انا هلف عدد معين، لو ده عدد اللفات وده عدد الثواني، انا بقى عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف الثانية الواحدة من دي هتاخد كام واحدة من دي. فده اللي بيتوزع له، وده اللي بيتوزع منه. انا بفهمها كده، ده اللي بيتوزع منه وده اللي بيتوزع له، ده اللي بياخد. يعني انا عايز اعرف الواحد من ده هياخد كام من ده، وكل واحد من ده ياخد زي التاني. فده لو ده الزمن يعني، فده التي هتبقى تحت، وفوق الان عدد اللفات. ده معناه ان انا هعرف الثانية الواحدة هتلف هتاخد كام ان، يعني الثانية الواحدة هتلف كام لفة. لذلك الفريكوانسي هي الان على التي. التردد بتاعها هيرتز. لكن عايز اقول لك حاجة، انت فاكر ان الديريفيتيف تايم كانت تي على ان؟ اضرب كده الفريكوانسي في الديريفيتيف تايم هتلاقي انه ان تي في تي على الان، ده راح اتفضل واحد. يعني الفريكوانسي مضروب في تي يساوي واحد. هتلاقي ان الفريكوانسي عبارة عن واحد على التي، او العكس، التي عبارة عن واحد فريكوانسي. فبالتالي احنا بنقول ان الفريكوانسي هو inverse proportional دين الديريفيتيف تايم. فانا ما قدرتش اقول لك هو ليه واحد على تي على طول، انا قدرت اضربهم في بعض عشان تعرف. هي امور بسيطه، فاهم؟ هي من كتر ما هي بسيطه تحس لما تعرفها وتلاقيها بسيطه تحس هو ليه محدش قال لي. يعني هو انا كنت عارف بس فاهم في شيء ناقص ما اتقالش مع انه سهل. فبالتالي برضو الميجر يونت بتاع الفريكوانسي هرتز، يا اما سكند انفرس او سكند هو نيجاتيف 1 يعني.
فبالتالي كده معايا 4 قوانين قلناها لحد دلوقتي، استنتجناها كلها الحمد لله. أولا هو الأكسلريشن هي ال v سكوير على r، وال v عبارة عن 2 r على derivative time، وال derivative time عبارة عن t على n، والفريكونسي عبارة عن n على t أو 1 على t derivative time. دي 1 2 3 4 قوانين لحد دلوقتي استخدمناها. الفريكونسي ما بنستعملهاش كتير، مش معناها الفيزيائي مش هيوضح قوي في الشابتر ده، لكن هيوضح بعدين في الويف والأوسيلاتوري موشن والسندر هارمونيك موشن. كل ده هتلاقي فيه اثناء حركة بتتعاد، يعني بالبلدي يعني دلوقتي هي حركة بتكرر نفسها، فهتلاقي ان مثلا في الثانية في كذا لفة بتحصل، فهنا المعنى بتاع الفريكونسي هيفرق معانا، وهيظهر معنى اسمه الويف لينس. فمعنى الفريكونسي مش هقدر اشرحه لك فيزيائيا او متمكن منه غير لما نوصل للموضوع ده. لكن مثلا هو احنا مثلا هنا كتبنا الفريكونسي ليه؟ لان القانون الفيلوسيتي ممكن يتكتب بطريقة تانية، هو ال v عبارة عن 2 y r مضروبة على 1 في t، ما دي هي دي، والواحد على t هي الفريكونسي. هتلاقي ان كتب لك ان الفيلوسيتي 2 y r مضروبة في الفريكونسي. ف مش عايز، بس ده السبب اللي بيخلينا فهمتك الديفينيشن بتاع الفريكونسي، فهمته لك يعني، حاولتش اقوله خلاص، وهتتنقل منه ان شاء الله في المستقبل يعني، اصبر او دور. عايز اقول ايه تاني، نسيت بجد. ساعات يقول لك 600 يديك يعني يقول لك الضادي او الكار يعمل او ايا كان المروحه بتعمل 600 ار دي ان. ايه 600 ار في ان دي؟ يعني بتعمل 600 لفه في الدقيقه. انا عايز اعرف تعمل الفريكوانسي هي عايزه اللفات على يعني عدد اللفات في الثانيه، هنا في الدقيقه، فهتعمل ايه؟ هتقسم على 60 تطلع 10 رقم على الثانيه اللي هي اس. فلما يديك ال في رقم ال في ان ده الفريكوانسي اساسا، بس هو في الدقايق وانا عايزه في الثواني، فبتقسم على 60. في مفهوم تاني بقى المفروض تعرفه، مش عارف اقولهولك ولا اقولهولك. هو عامة الكتاب خلص لحد هنا في الموضوع ده، بس انا هندد فيه شوية لان شايف انه لازم يتندد فيه. الفيلوسيتي عبارة عن 2 y r على t، كل دول ثوابت. لا، 2 y t ده هيفضل ثابت. هتلاقي ان الار ممكن يتغير ازاي؟ هتقولي ان طول السلك واحد. افهم بقى، افهم مش كل حاجة السلك هو مش كل حاجة ماسكها بحبل وبشدها. يعني العربية لما بتمشي تاخد ملف دوراني مفيش حبل ماسكها بيشدها، لكن اللي بيحصل ان في فريكشن للعجل والارض، فاللي بيسبب برضه اكسلريشن، ومتبقاش يونيفورم كمان. وايه تاني؟ في امثلة كتير بيحصل فيها حركة دائرية، حركة الكواكب. يعني لو اعتبرناها حاليا دائرية، فهو مفيش حل بين الشمس والأرض بيخلي الأرض تلف حوالين الشمس، لكن في قوة اسمها الجرافيتي هي اللي تخلي الأرض تلف. الإلكترون اللي بيدور في برضه يعني نقدر نقول إنه بيدور في مدار شد دائري، فبرضه مفيش حل فيزيائي بيشد حوالين النواة، لكن في قوة اسمها إلكترو ستاتيكس هي اللي بتعمل القوة اللي بتخليه، اللي بتسبب اكسلريشن تخليه يلف. فمش كل حاجة في حل وبنشده، فبالتالي ممكن الراديوس يتغير ازاي؟ ده فاهمني معنى التغير بتاع الراديوس ده. هذه دي نفس المرجحة اللي كانت في أول الليكشة، وانت واحد واقف هنا، ده السنتر، واحد واقف هنا،
هتلاقي ان ده الراديوس بتاعه وان ده الراديوس بتاعه، وهي عمالة تلف. هتلاحظ ان الR1 أقرب من الR2، فطالما دول ثابتين فالR دايركت مع الV. فرياضيا هتقولي ان الV الأولانية أكبر من الV التانية، وانت مش مقتنع بحاجة زي كده. هي اساسا انت قايل لي اول ما فتحت بقك وبدأت تشرح قلت لي ان الفيلوسيتي ثابتة. انا فعلا قلت كده، بس روح اسأل الاتنين دول هتلاقي ده هيقولك انا حاسس ان انا همشي بسرعة جديدة، ده لف بسرعة جديدة. اسأل التاني هيقولك حاسس ان انا همشي بلف بسرعة بطيئة. الموضوع ده خلينا نعرف physical quantity جديدة. هي مشكلة قابلتنا عايزين نفسرها. ازاي هي حركة ثابتة؟ يعني ازاي عرفت ان النوشن ثابت؟ دي physical quantity اسمها الأوميجا. ايه الأوميجا دي؟ الانجولار velocity. الانجولار velocity اللي بنقول عليها أوميجا هي عبارة عن ايه؟ دي بالعربي هو الجسم هيعمل زاوية قد ايه في الثانية. ده معنى الجسم بيلف، مثلا اقول لك ان الجسم بيلف هو مش بيلف، بيعمل زاوية ازاي؟ الجسم اهو، فدي الزاوية اللي عاملها 45، بعد ثانية هيعمل 45 تانية، بعد ثانية هيبقى هنا وهيعمل 45 تاني. الحركة دي اسمها الأوميجا. بيعمل قد ايه زاوية، يفتح زاوية قد ايه كل ثانية، ودي بتبقى رقم ثابت. طب تعرف تقولي القانون بتاعه؟ بنفس المنطق. أنا عايز أعرف يعمل إيه؟ عايز أعرف الثانية الواحدة فيها أنجل قد إيه. لو دي مثلا الأنجلز ودي الثواني، أنا عايز أعرف دي هتاخد زي دي، فبالتالي أنا هوزع دول، دي التساوي على دول، صح؟ إيه بقى اللي عايز ياخد بالتساوي؟ الزمن. أنا عايز أعرف الثانية الواحدة، مش عايز أعرف الزاوية الواحدة. يعني أنا مش عايز أعرف الزاوية الواحدة بتاخد كام ثانية، أنا عايز أعرف الثانية الواحدة بتاخد كام زاوية، فده اللي هياخد التساوي. فاللي بياخد التساوي تحت اللي هو الزمن، فبالتالي هي دلتا سيتا على دلتا تي. ماشي. طب أنا ممكن أقول إن الدلتا سيتا دي هي 2 باي. إيه 2 باي دي؟ 2 باي اللي هي 360 اللفة الكاملة. طب اللفة الكاملة دي الدلتا تي بتاعها عبارة عن إيه؟ عن الديريوتيف تايم، فده القانون بتاعها. يعني هو هيعمل لفة قد إيه؟ هيعمل اللفة الكاملة في الديريوتيف تايم هو ده لوجيك. الأرقام دي ثابتة. انت عارف ان هو اللي فيه دي حركة ثابتة، فبالتالي الرقم ده ثابت. عارف لو حركة مش ثابتة فالقانون ده مينفعش. القانون ده ساعتها هيجيب لي افريج، فانا ساعتها هضطر اجيب حاجة اسمها الاستنتينوس انجولار فيلوسيتي. دي ساعتها مش هتبقى ثابتة، هتطلع دي سيتا على دي تي. الكلام ده لو مكانتش ثابتة، لكن دي ثابتة، فبالتالي الافريج هو الاستنتينوس. ازاي؟ فاكر لأن كنت أديلك علاقة بين الديسبيسمنت والتايم، ويبقى العلاقة عبارة عن ستريت لاين كده. فلما كنت مثلا تديلي السلو من هنا لهنا اللي هو الافريج مثلا، فيلوستي من هنا لهنا كان هو السلو، فكان يطلع ده رقم ما. ولو قلتلك عايز عند الثانية دي بالذات بعيدا عن الفترة اللي انت بدنا منها الافريج، كان يطلع نفس الرقم. ليه؟ لأن السرعة كانت ثابتة، فالافريج هو الاستنتينوس، فهو نفس الفكرة هنا. فبالتالي المفهوم ان السرعة تبقى ثابتة او انها يونيفورم سيركل موشن كانت جاية عن فكرة ان في اوميجا ثابتة. الانجل فيلوسيتي كانت ثابتة، لكن الفيلوسيتي نفسها مش ثابتة، هي بتتغير وتغير الار. حتى تلاقي ان الفي عبارة عن 2 باي ار على دور التايم. طب والاوميجا 2 باي على دور التايم، فدي كده هي الأوميجا، فتبقى الفي عبارة عن أوميجا ار، ودي ثابت، فعشان كده ده دايركت مع ده. ماشي.
برضه مفسرتليش ليه السرعة هنا بقى بتتغير، وانت اساسا برضه قايل لي انها ثابتة اول ما شرحت لي اللي دي تثبت لي الاكسلريشن اكسلريشن. لما قلت لك ثابتة كنت بشاور كده، كنت بشاور كده، كنت بشاور كده، ساعتها الراديوس كان ثابت، يعني الراديوس هنا هو الراديوس هنا هو الراديوس هنا، فمفيش سبب يخلي الفيلوسيتي تتغير. ساعتها هي الفيلوسيتي ماجنتيودا مش عارف لما كنت بدخل قريب شوية، فمثلا السرعة دائرية هنا ده صغرت الدايرة فالراديوس كده، فالسرعة هنا تبقى أقل من اللي هنا. كونها تبقى واضحة مبقاش أنا بكلم نفسي وأشرح لنفسي، ولو في شيء مش واضح أو مثلا قلته غلط بتاع أنا أسيب رقمي يبقى ابعتلي عادي يعني، أو تكتب في الكومنتات هتزود لي ريتش، أو متنساش تعمل اشتراك وتشير والحاجات دي تتعاون، والحاجات دي تتعاون الصباحي دي عشان يوصل لأكتر عدد من الناس المهتمة بمحتوى زي ده. حاسس إن أنا هشحت بس ماشي. فالفكرة بقى إن أنت جاي عمال أفرك عشانها، أنا أعتبر إن دي كده درجة مريحة تتلف ضوء معينة ثابتة، رقم معين هو ثابت. عارف ده يعني إيه ثابت؟ هقول لك الثابت قال أنت يعني بيلف لفة كاملة في زمن معين، يعني هو مثلا هيلف اللفة كاملة في ثانية، هو هيلف اللفة كاملة كمان في ثانية، هو دي دوان السرعة الزاوية. ماشي، عندك واحد قاعد هنا وواحد قاعد هنا، ده R1 ده R2، الاتنين معنى ان هن هيمشوا انجلر، ده انجلر فيلوسيتي ثابتة، معناه ان هن هيلفوا اللفة كاملة في نفس الوقت. هتقولي ايه المشكلة؟ المشكلة يا ابني حاول ده تعمل سيميوليشن وتتخيل معايا، هتلاقي ان ده هيلف طريق وده هيلف طريق اقصر. الدوس نرجع بقى لمفهوم الفيلوسيتي الجديد، الطريق اللي هنا ماليش دعوه بالديسبيسمنت، هنا انا في الاول وفي الاخر همشي ديستانس معينه، الديستانس اللي رقم واحد هيمشيها اقل من الرقم، اقل بكتير من اللي رقم اتنين هيمشيها. مع ذلك بتقول لي ان هم هيوصلوا في نفس الوقت، ده معناه عشان يعوض فرق المسار ده هيضطر الفيلوسيتي بتاعته تبقى اعلى. ده السبب المنطقي الوحيد اللي يخلي الفيلوسيتي اللي يخلي الاتنين يوصلوا في نفس الوقت لنفس النقطة، لأنهم ماشيين مسارات مختلفة عن بعضيها، واحد أطول من التاني بكتير. من هنا دي كانت المشكلة، احنا لقينا ان الاتنين دي وصلوا مع بعض لأن المسار مختلف، فمن هنا عرفنا مفهوم الانجلر فيلوسيتي، فمن هنا عرفنا ان الفيلوسيتي بتتغير بالنسبة للراديوس. أتمنى تبقى النقطة دي واضحة. عايز أقول إيه ونسيت، عايز أقول حاجة ونسيت. وحاول بس تتخيل معايا، وأنا إن شاء الله يعني لسه بظبط في موضوع ده، يعني في الدايسون ده اتعلم في السيموليشن للدايسون والحاجات دي عشان أعرف أعمل لك حاجات للسيموليشن أو في البلندر يعني، فتصدر عليا سيكا وهتلاقي إن الموضوع بيتطور كل فترة. ماشي، شفت المبدأ ده؟ عايزين دي نطبق حاجة كمان، يعني احنا عرفنا الفيو هنا، عايزين ده نطبق عليها، يعني نعمل عليها ابليكيشن. لو انا عرفت ظاهرة معينة فسرتها عايز بقى استفاد منها. في حاجة مثلا في الجو اللي زي ده احنا ممكن نبقى عايزين نعمل مروحة، لو جبنا مروحتين، انت في الاول عندك الاوميجا ار وفي، بس هنسدد واحد فيهم، يعني ترمتر واحد هنسدده، هنجيب مروحتين وهنسدد فيهم الاوميجا، فالاتنين هيلفوا نفس الاوميجا، فبالتالي هنغير الار، يعني في مروحة الريش بتاعتها تبقى أطول من التانية. تعال نشوف نعمل سيميوليشن.
واحدة أرض. فكر معايا، الاتنين يلفوا نفس الأوميجا، ماشي، يعني الاتنين هيلفوا لفة كاملة في نفس الوقت. حلو، أنهي واحدة فيهم هتجيب لي هوا أكبر؟ فكر كده، وأنا موطي المروحة عشان أعرف أصور يعني عشان التسجيل، فأنا أتمنى أخلص عايز أخلص بسرعة. إحنا سجلنا قد إيه؟ 45 دقيقة، يلا بس عشان لسه فاضل لينا. فكر بسرعة ورد، أنهي واحدة فيهم هتجيب هوا أكبر؟ فكر ده منطقي، الاتنين هيلفوا نفس الأوميجا، والأوميجا مش هتبقى سبب في المقارنة. لكن بص هتلاقي إن الراديوس متغير، هنا راديوس وهنا راديوس، هنا الراديوس صغير هنا الراديوس كبير. طالما الراديوس كبير فالفيلوسيتي اللي الريشة دي بتتحرك بيها أكبر من الفيلوسيتي الريشة الصغيرة بتتحرك بيها، فدي هتلف أسرع دي كتير، هتجيب لي هوا أكتر. وحاجة كمان، الريشة بتاعتها كبيرة فواخدة اريا أكبر، فالمساحة اللي هتهوي فيها أكبر من المروحة الصغيرة بتهوي. حتى تشوف المراوح الجديدة السيليكون اللي الصغيرة اللي بيقولك هتلاقي هتفتح التيك مش هتلاقي اللي نتغير عليها، فأنت عشان تهويك أساسا لازم تبقى قريب من وشك أوي، لأن الاريا اللي بتاخدها قليلة، فلازم تبقى قريبة على الجزء اللي أنت عايز تهويه. غير مثلا لو عندك مروحة كبيرة في البيت هتلاقيها مثلا وهي بعيدة وبتهويلك، لأن الريش بتاعتها كبيرة، فبالتالي هتلف بسرعة، فبالتالي التدفق الهواء بيبقى أكبر. وده شيء هنعرفه في الفلويد في شابتر 14 ده العمر. وكمان الريش بتاعتها أكبر فبتاخد اريا أكبر توزع فيها الهواء، لذلك الريش الكبيرة هي اللي هتديك هواء أكبر. ليه؟ بسبب الراديوس اللي سبب فيلوسيتي عالية، يعني هو مش بسبب الفيلوسيتي، هو بسبب الراديوس اللي سبب الفيلوسيتي، لأن تغير الراديوس هو اللي بيغير في الفيلوسيتي ومش العكس. أتمنى دايما ما تخلطش في الأوامر البسيطة دي عشان تطلع راجل محترم فاهم فيزيائي كويس. قعدنا نلطش قوانين كتير، نكتبها بس تاني عشان نبقى عارفين نبقى فاكرين كل حاجة. الأكسلريشن هي ال v سكوير على ال r، ال v عبارة عن 2 باي r على t أو 2 باي اللي هو frequency أو أوميجا في r، والأوميجا عبارة عن دلتا سيتا على دلتا t اللي هي 2 باي على الدولوري تايم اللي هي 2 باي في الفريكونسي هنا في r. انت عارف ان ممكن تقول ده برضو ان الاكسلريشن عبارة عن v سكوير. v سكوير يعني ايه؟ اوميجا سكوير r سكوير. واحدة دي هتلاقي ان الاكسلريشن تساوي اوميجا سكوير مضروبة في r، دي كده ثابت. هتلاحظ برضو ان الاكسلريشن دايركت بروبوشنال مع الراديوس، يعني ايه؟ كل ما الراديوس يقل الاكسلريشن تقل، وده شيء منطقي لان حتى بتلاقي ان سرعتها قلت اللي انت بتلف بيها، ما السرعة دي برضو الاكسلريشن مقصرة معاك. يعني انا لو عند السنتر يعني الراديوس بتاعي بزيرو، لما انا عند السنتر يعني مفيش قطر، مفيش نص قطر، مفيش راديوس. الدايره ليها راديوس، انا ما بتكلمش على الدايره، انا بتكلم على موضعي انا بالنسبه للسنتر. السنتر هو الريفرنس بوينت، لما شرحت لك البوزيشن هو البوزيشن بتاعي بيبتدي من السنتر، فلما هو انا واقف لسه عند السنتر يبقى انا واقف عند الاوريجن، يبقى الراديوس بصفر. انما مفيش في صفر ويبقى الراديوس بتاعها بصفر، فرق بين الاثنين. ماشي، ده معناه ايه؟ اخرة النقاش ده ايه؟ ان الاكسلريشن بصفر، يعني انت واقف هنا ودي بتلف وانت مش حاسس ان انت بتلف، انت مش حاسس بحاجه. لازمه اللي انت بتقوله ايه؟
هتعرف. دلوقتي احنا ممكن نعمل ايه؟ هنعمل حاجة سادية قوي. هنجيب واحد نوقفه على كرسي وهنربطه بحبل وهنسأله حاسس بإيه. هيقولك حاسس إن في قوة بتدفعني، في دش بيدفعه لفوق، دفع. اسأله سؤال ساذج أوي، قوله أنت حاسس إن الجرافيتي بتزقك لفين؟ هيقولك لتحت هنا كده. ماشي، هنشيل من تحت الكرسي. هي تجربة سادية واحنا لسه رابطينه في نفس الحبل، لسه شانقينه. واسأله حاسس بإيه؟ هيقوله حاسس إن في قوة بتشدني، دول مش بتدفعني. اسأله برضه نفس السؤال الساذج، قول له انت حاسس ان الجاذبية بتشدك لفين؟ هيقول لك بالاتجاه ده. انت عبيط. هنكمل في الموضوع تاني وهنلفه بالحبل. يعني احنا بعد ما شلناه من تحت الكرسي من تحتي هنلفه. فمثلا فانا بلفه فهو بيلف كده. هو لسه حاسس بقوة السحب دي، مش الدفع. اسأله الجاذبية بتزقك لفين، ورد اللي هو هيرد. هتقولي كده وهو هيقولك كده. الله 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 الله. المفروض ان انا عارف ان الجاذبيه بتزق الاشياء اللي فيرتيكال اللي تحت، ده الجراوند. انا بلفه كده، ازاي ده زقته كده؟ يعني يا ابن الحلال، اصل فيه اكسلريشن الناحيه دي. هو بص، طالما في قوه تدفعه هنا، ففي قوه هترد نفس المقدار للناحيه التانية عشان يفضل ماشي في نفس الداس. اصل هو لو مفيش حاجه بتزقه هنا ومفيش حاجه بتزقه كده، هو هيتحدف كده. يعني انت مثلا ناس الكرة بتلفها، لو هي شدتها عليك فهي هتيجي. لو هي مفيش قوة انت بتشدها عليك، لو مفيش قوة بتزقها الناحية التانية، فهي هتلاقيها جاية في حضنك. انا بس كده ملفتش، فلازم يبقى في قوة بترد الناحية المعاكسة عشان تفضل محافظة على السيركل الجلاس. فبالتالي احنا كده عملنا حاجة. لو قدرت تدركها، احنا عنا كرييت للجرافيتي، عنا جاذبية صناعية. واكيد انت سمعت، لو انت بتقرا في الكوسمولوجي وتشوف الفيديوهات اللي ليها علاقة بالكونيات، ولو بتحبها يعني هتلاقي في قناة اسمها العلم بالعلاقة. هي كل محتوى على الكوسمولوجي والكوانتم ميكانيكس، والموضوع حلو يعني ممتع. فالمهم هتسمع عن حوار الجاذبية الصناعية دي بيستخدموها في صناعة السبيس ستيشن، محطات الفضاء. التجربة السرية اللي عملناها على الراجل ده هي اللي ادتنا المفهوم اللي ساعدنا اللي احنا نعمل محطة فضاء. تعالى نشوف هنعملها ازاي. يعني محطة الفضاء هتبقى منظر زي الشكل ده كده. مثلا نعمل طريق عشان حاجة مقرفة أقسم بالله. يا دين أمي. زهقت. دي مثلا حجرات بتاعت رواد الفضاء. ونركبها بتلف السفينة أو المحطة، بتلف في الأوميجا. دلوقتي أنا عرفت إن الأكسلريشن دي تساوي أوميجا سكوير على ار في الار. أنا بعمل محطة فضاء، عايز أعمل كرييت لأكسلريشن فيها. طب الأكسلريشن دي اللي هي إيه؟
هي الجرافيتي. لو الجرافيتي عايزة قد ايه؟ عايزة زي بتاعت الأرض 9.8 متر بير سكند سكوير يعني اهي. فبالطريقة دي عندك إن الأوميجا سكوير في الآر بتساوي 9.8. لو انت عايز تلفها بأوميجا معينة حط الأوميجا اللي انت عايز تلف فيها بس ساعتها هتبقى مجبر على راديوس معين. بمعنى أنا عايز ألفها الأوميجا صحيح اليونتس بتاعتها راد دير سكند. راد دي وحدة للزاوية بس مش غير الديجري تقسم على، يعني انت مثلا لو معاك يقول لك 90 درجة، فانت لو عايز تحولها لراد هتقسم على 180 وتضرب في باي، يعني هتطلع دي كده هتطلع هاف هضربها في باي، يعني باي على 2. ده التحويل يعني. بس انا افتكرت ماشي. انت برضه كنت عايز تقول لي يعني انا عايز الفها ب 20 راد بير سكند اي رقم، فبالتالي انت هتحط هنا 20 راد بير سكند سكوير وهتقسم الرقم ده على ده، هتجيب الار. ساعتها انت مخترتش الار، انت نازل تعمل الار اللي هتبني بيه الستيشن، انت مجبر عليه. ان ما ينفعش تختار الاثنين، يعني ما ينفعش تقول لي عايز اوميجا كذا وريديوس بكذا. طب انت لو ضربتهم في بعض مش هتطلعوش ما يطلعوش 9.8. انت بتختار واحده تبقى مجبر على الثانيه. يعني مثلا لو اخترت لي الريديوس اللي عايز تبني فيها محطه الفضاء، فانت مجبر تلفها باوميجا معينه اللي هي اللي هتطلع ساعتها عن ناتج الريديوس اللي انت اخترته. اتمنى تبقى واضحه. على فكره كل ده مش موجود في الكتاب يعني، فاتمنى تستفاد وتستمتع باللي احنا بنقوله. انت بتتعلم. ماذا بعد؟ برضه عايز افهم ازاي يعني دي هتخليني ماشي بجاذبية زي ما انا ماشي في الارض بالراحة. انت لو ماشي هنا واقف هنا ده السنتر، فالاكسلريشن دي تبقى الناحية دي، فبالتالي عند جرافيتي تزق الناحية دي هنا، فالاكسلريشن الناحية دي، فالجرافيتي الناحية دي. دايما الجرافيتي الناحية العكس الاكسلريشن، فبتخليك دايما دي عشان 2D. فانت تخيل ان دي كده 3D واقفة، هتلاقي ان دايما اللفة دي بتخلي الجرافيتي دايما عكس الاكسلريشن اللي تورد تو سنتر، فبالتالي كأنها بتتزق لورا، فكأن اللي هي اللي تحت فكأنها اتسادت. طيب دلوقتي في كل الغرف دي في غرفة هتبقى عند السنتر، والغرفة دي تبقى أحسن غرفة تنام فيها. ليه؟ كل ما تقرب للسنتر كل ما هي الريديوس بيقل، كل ما الاكسلريشن تقل، كل ما السرعة اللي انت تلف فيها بتقل، لحد ما توصل للسنتر هتلاقي ان مفيش اكسلريشن. هي بتلف الستيشن عمالة تلف في الأوميجا، لكن انت مش حاسس بحاجة. كل دي أساسا قوة وهمية، يعني انت اللف اللي انت بتلفه ده شعور وهمي. القوة اللي انت حاسس انها بتدفعك دي حاجة وهمية، الجرافيتي اللي اتصنعت حاجة صناعية وهمية، مش وهمية معنى وهمية، هي موجودة يعني اكشوال موجودة، وان احنا بنستخدمها ازاي. انا قصدي انها اتمنى تكون فاهمني، مش قادر اقولها. فبالتالي اول ما توصل للسنتر الاكسلريشن بتبقى صفر، فكأنك في الفضاء حرفيا عمال تطير. جسمك خفيف طاير في كل حتة، أنسب مكان للنوم. لكن في بس مشكلة بسيطة، انت لو مش متعود فمناخيرك هتفضل تنزف. ده الافتراض اللي انت بقيت رائد فضاء يعني. حتى لو ركبت طيارة قبل كده هتلاقي ان اول مرة حد يركب طيارة هتلاقي مناخيره بتنزف. ليه؟ لانك لما بتطلع لفوق الضغط الجوي بيقل، فبالتالي انت جسمك في سوائل ودم وليلة ورئة فيها هواء، كل ده بيعمل ضغط. فلما الضغط اللي بره يقل الضغط اللي جوه هو اساسا الضغط اللي بره بيبقى متساوي مع الضغط اللي جوه جسمك، بيبقى متساوي مع اللي بره. فلما تطلع لفوق الضغط مبيبقاش متساوي، الضغط فوق بيبقى أقل، ده معناه إن الضغط جوه أعلى.
هتلاقي مثلا ان السوائل عايزه تطلع من جسمك لان ضغطها اعلى، فالدم بيطلع من اضعف عضله في جسمك اللي هي الاذن، النرخير، اذن ايه، الانف. فدي معلومه ملهاش لازمه دلوقتي، حبيت اقول لك يعني. نرجع لموضوعنا. انا كل اللي عايز اقوله لك ليه شرحت لك ان لما الراديوس يبقى صفر مفيش اكسلريشن، لان ده اللي بيحصل في السبيس ستيشن. كل ما تقرب للسنتر بتاع الستيشن تلاقي ان الجرافيتي عمالة تقل، واحنا اساسا بنستخدم الفيونة دي عشان نعمل جرافيتي صناعية. افترض انت دخلت ونمت، هتقابلك مشكلة وانت طالع. انت كل ما بتطلع، افترض انت طالع، كل ما بتطلع الجرافيتي اللي بتزقك الناحية دي بتكبر لان الراديوس بيزيد، لان الراديوس زاد فالاكسلريشن دي تزيد، فبالتالي الجرافيتي هتزيد. فمرة واحدة وانت طالع هتلاقي نفسك بتدشمل على قدام. تحل موضوع زي ده ازاي؟ فيزيائيا هتفضل وانت طالع تلف، انت اللي هتقعد تلف نعلة في الستيشن، فبالتالي هتحس نفسك انت طالع بالتدريج ومفيش حاجة بتزقك، كأنك برضه بتولد اكسلريشن تانية، فالموضوع بيبقى متضاد. وفي الأغلب يعني بيبقى معمول زي نهارات وحاجة زي أسانسيرات كده بيستخدموها عشان يتجنبوا حاجة زي كده، يعني مش موضوعنا حاليا. أنا بس عايز تبين كل حاجة بمثال واقعي. طب هسألك سؤال ده أهم، إيه الأفضل، أعمل محطات فضاء كبيرة ولا محطات فضاء صغيرة؟ إحنا قربنا نخلص، استحمل ده وجاوب. أتمنى أساسا تبقى جايب ورقة وقلم وتكتب ورايا، فرد ظهرك وبترد ورايا. أنا عارف إن هو فيديو، عارف إن أنا مش شايفك، أنا مدرك حاجة زي كده، وأنا مدرك اللي أنت عارف إن أنا مش شايفك، إحنا الاتنين مدركين حاجة زي كده، بس أنا يا عم مجنون وعايز ترد ورايا، فنزق الدنيا مع بعض. نعمل في محطة فضاء كبيرة ولا محطة فضاء صغيرة، وإيه الأحسن، ورد وليه. أتمنى تكون فكرت. دي محطة الفضاء الصغيرة، ده الراديوس بتاعها. افترض انت دلوقتي يا عم دي صغيرة أوي، دي الصغيرة، انت واقف هنا ورجلك عند الطرف هنا، ماشي. ده معناه ايه؟ ان رجلك بعيدة عن الرس على السنتر ده ار، فعندك ففي اكسلريشن معينة بتزقك، ففي جرافيتي معينة بتأثر عليك، لكن رجلك راسك مش عند الار. ليه؟ لأنك مش ستيكر فلات واقف سندتير كده، انت عندك دايمنشنز، فبالتالي لو تلاحظ هتلاقي ان راسك واخدة حيز لقدام، يا رب حيز لقدام كده، فلو الحيز اللي واخده ده اتش هتلاقي ان راسك بعيدة عن السنتر بمقدار R-H. ده معناه ان الاكسلريشن اقل، فالجرافيتي اللي بتأثر عليك اقل. انت ملاحظ ايه؟ ان اللي بيأثر من الجزء اللي تحت عند رجلك جرافيتي، ومن فوق من عند راسك لحد صدرك وبطنك جرافيتي مختلفة، في قوتين مختلفين دول نقدر يأثروا عليه. انت كأن هتحس ان انت شخص مطاطي. لو تتفرج على افلام مارفل في عالم فانتاستيك فور هتلاقي ان الراجل مش فاكر اسمه، الراجل النطاطي ده انت هتحس نفسك زيه، دايخ وقريف وحاجة منتهى القرف. فبالتالي فكرة ان انت تعمل مركبة فضاء صغيرة بتقعلنا مشكلة في حوار زي ده. فبالتالي لما تعمل، هتقولي هو انت برضه لما تعمل محطة فضاء كبيرة، انا ستيل برضه لسه عندي دايمنشنز، فراسي واخدة حيز. هنا الراديوس اكبر بكتير، اكبر بكتير من R-H. فبالتالي بنقول ان R-H طالما هي H بالنسبة للR صغيرة اوي، هنقول انها افروسميت زي الار، فبالتالي مش هتحس باختلاف اوي. المفروض احنا كده خلصنا المحاضرة دي، في بقى تجارب كتير على الموضوع ده، اتمنى ان انت تشوفها على دكتور والتر لوين، هو
اللي هعملها هحط لك رابط المحاضرة في الديسكريبشن، لازم تشوفه لأنها تجربة مهمة أوي. وفي تجربة زي تجربة السبيس ستيشن، هو أكيد مش هيعمل لك السبيس ستيشن، لكن هو عمل إيه؟ نفس المنطق، عمل كريت لجرافيتي جردل في مية وربطه بحبل ولف الجردل ده، فلما الجردل ده فوق كده المنطقي إن النية تقع تحت، وده محصلش ليه؟ لأن هو كان شده اكسلريشن كده، فبالتالي في جرافيتي في الاتجاه ده. الجرافيتي دي هي اللي حافظت على منسوب الناء ما يقعش ويفضل ثابت فوق لحد ما نزل تاني. وكل ده بيحصل في أجزاء من الثانية، يعني هو لازم تفضل تلف 2 باي على تي أوميجا ثابتة، يعني كل ده بيحصل لو الأوميجا ثابتة. لو الأوميجا مش ثابتة هتروح وهدومك مبلولة. هتأنا تشوف الفيديو، وفي كذا تجربة كمان عاملها مش التجربة دي بس، فلازم تشوفه. ومتنساش بقى تعمل الاشتراك والحاجات دي. وأنا بصور المحاضرة دي هينزل للدارت التاني للحل بتاع شابتر 2، وهو مش كله يعني لسه هينزل كمان دارت 3، فأتمنى تبقى متابع معانا كويس.